السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ألجيريا توداي. ناشطين ريفيين يرسلون رسالة مشفرة إلى النظام المخزني، يقولون بأن بلادهم بلاد الريف الحر سينضمون إلى الجزائر في حال اندلاع حرب. تابعوا باقي التفاصيل في الفيديو. لو اندلعت حرب بين المحتل المغربي الغاشم والجزائر الشقيقة، نحن كأبناء الريف سنكون وسنقف صفا أو بجانب الدولة الجزائر الشقيقة. لو اندلعت حرب بين المحتل المغربي الغاشم والجزائر الشقيقة، نحن كأبناء الريف سنكون وسنقف صفا أو بجانب الدولة الجزائر الشقيقة. في حالة ما اندلعت الحرب بين المحتل العدو المغربي والصديقة الجزائر، نحن كأبناء الريف المؤمنين بتحرير واستقلال الريف سنقف بجانب الجزائر الشقيقة ومستعدين لنحمل السلاح وندافع عن الجزائر. علاش؟ لماذا؟ لأن الجزائر هي البلد الوحيد التي بإمكانها أن تقف بجانب الشعب الريفي حتى يحصل على استقلاله. ليس هناك بلد آخر في العالم غير الجزائر التي ستقف بجانب الشعب الريفي ليحصل على استقلاله. يعني مسألة أعتبرها من البديهيات ومن المسلمات. لهذا كأبناء الريف سنقف بجانب الجزائر لو اندلعت الحرب بين المحتل العلوي المغربي الغاشم مع الشقيقة والجارة الجزائر العظيمة. هاد الرسالة غادي نوجهوها للنظام المغربي مباشرة. حنا راه عارفين بلي راه عندكم صراع، عندكم صراع داخل الدولة. عارفين بلي المخابرات حابة تحكم، عارفين بلي أزولاي حاب يحكم، عارفين بلي رشيد باغي يحكم، عارفين بلي القلش باغي يحكم، وعارفين بلي النظام ديال المغرب راه ما كانش شي حاجة سميتها النظام المغربي، كاين نظام إسرائيلي. واش الجيش القائد ديال الجيش الكيان الصهيوني جا كيتسارى لكم في الرباط، كيتكيف عليكم الكارو تما واخترق لكم البروتوكول ديال الحرس ديال العسكر، الحراس ديالو الخاصة اخترقوا لكم البروتوكول، كتقولوا لينا إسرائيل، كتثقوا علينا بإسرائيل. الشعب ديال المغربي النص الكبير كيموت في البحورات وكتثقوا على الشعب إسرائيل. رايحين بهاديك البلاد. هذاك اللي ذبح الحولي هذاك ماشي محمد السادس، محمد السادس راه مات، هذاك راه ماشي ملك، الملك راه مات. هذاك الفيديو اللي دوزتو في العيد راكم صورتوه قبل العيد وخليتوه عندكم بلا ما تجيو تدوخوا فينا. الاتفاقية الأولى اللي جا وزير الدفاع الكيان الصهيوني عندكم، كنتو حطيتو برنامج على أساس أنكم غادي تنشئوا قاعدة عسكرية إسرائيلية في الناظور باش تستفزوا بها الجزائر. وحنا راه وصلتني معلومات من الناظور بأن راكم بديتو كتحضروا في هذيك القاعدة العسكرية الإسرائيلية في الناظور، راكم بديتو في المشروع. بما أنكم انتم بديتو في المشروع، راه كل ما انتم تزيدوا حنا راه نزيدوا. راه قسما بالله الحموشي
راه السوة ديالك وشفناها. اخنوش الفيديوهات ديالك وراهم عندنا. محمد السادس راه مات 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 مات. ما يحكم ولده، هذاك ماشي ولده، ما يحكم خوه، ما يحكم ازولاي، ما يحكم حتى واحد. غادي نرونو يما هذيك البلاد، هذيك البلاد هذيك رايحه ترون. واش دخلتوا لينا قائد الجيش الاسرائيلي اللي كيقتل، اللي ارتكب جرائم، اللي ارتكب مجازر في قطاع غزه؟ جبتوا لينا الاكبر مجرم اللي قتل في خوتنا الفلسطينيين، جبتوه دخلتوا لينا في المغرب وكتستقبلوه وكديروا له استعراض عسكري. شكون نتوما؟ شكون؟ واش نتوما دولة إسلامية أو دولة صهيونية؟ شكون نتوما؟ إمارة المؤمنين؟ شكون نتوما؟ شكون نتوما؟ نتوما عبارة عن عملاء لكيان الصهيوني. تقادت لكم الحموشي. جمع روحك، جمع روحك الحموشي، راه بالله العظيم الفيديوهات ديالك حتى يتحطوا. عزيزة خنوش رئيس الحكومة، انت راك غتجلس على القرعة ديال يماك. انت من نهار اللي دخلتي تحكم في المغرب، ليسانس طلع، المازوت طلع، المواد الغذائية وقع فيها الارتفاع، وحتى الخطوط الجوية الملكية صحاب الخارج باش يجيو لعندكم المغرب خصهم يخلصوا 600 اورو لبيتي. باش نمشي لبلادي خصني نخلص 600 اورو. باغيين تطلعوا، باغيين تخلصوا الديون ديال صندوق النقد الدولي على ظهر صحاب الخارج. انا البارح جاني اتصال من مدينة الحسيمة من احد افراد الجالية المقيمة في هولندا، قال لك مشيت للحسيمة دارت لاكارت نتاع البانكو، لاكارت دو كيشي، ضرب لاكارت دو كيشي في البنكة ما فيهش الفلوس. بنادم مشى فاكونس من هولندا للحسيمة، مشى يجبد الفلوس من البنكة انترناسيونال ما فيهاش الفلوس والو. فين راهما الفلوس؟ فين هي الميزانية ديال الدولة؟ وفهموني شكون نتوما يا ربكم؟ واش نتوما مرتزقة؟ واش نتوما عصابة؟ واش نتوما دولة؟ شكون نتوما؟ شكون نتوما؟ يهود، نتوما صهاينة، نتوما راكم حابين تخلقوا الفتنة ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. حنا راه نقول لكم حنايا، انا كزعيم ديال جمهورية الريف، هذاك الخطط ديالكم اللي راكم ديروها في الريف والله ما تنجح لكم. الخطة اللي راكم ديروا فيها في الريف باش ديروا قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود الجزائرية اللي بديتوا تخدموا فيها حاليا، والله ما ينجح لكم هاد البلان. راكم حابين ديروا فتنة، حابين تنوضوها، كتنشروا